السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انا كنت نشرت لكم في المنشور اللي فات ان الفصول الجديدة من حكاية فلغ نزلت، واللي هم يعني حوالي فصلين جداد، ويضمن لك يعني يا عزيزي المشاهد ان انت هتستمتع بالفيديو العظميته دوت. ولو انت مشفتش الحكاية فروح شوف الفيديو الاول ويلا بينا نكملها. فحط لايكك واشتراكك وفي شارك ومسلياتك ويلا بينا نبدأ الحكاية او نكملها. يعني بنكمل حكايتنا وفلغ بيصحى من النوم وشكله كده قدر يتلائم مع القوة بتاعته. بيبدأ بعد كده انه هو يستخدمها وبيدن يركز في تشكيل سلاح معين، وبيكون اسم السلاح فأس الشبح، وبيقول انا كده قربت اعمله واعدي المستوى، وبيركز كل قوته في انه يصنعه، وبيقدر فعلا ان هو يصنع الفأس. وبيقول الفأس دوت اخفف بكتير من اللي كنت متوقعه، وبيدنه كده يعمل شوية حركات بيه. وبيجي في النظام ان فلغ خلاص انتقل للمستوى التاني وشكلها كده هتقلب عظمته من الاول. وبيقول انا حاسس ان جسدي بقى اقوى بكتير من المره اللي فاتت، وبيقول انا لازم اخلي بالي وانا بستعمل الطاقه ديت عشان جسمي كله مش يتفرتك، وبيقول انا لازم امشي خطوه بخطوه عشان جسمي كله مش يتدمر. وفلغ بيقول مع ان الظواهر الخارقه للطبيعه عماله تحصل كتير بس المكان برضو هادئ. وفي المكتب الرئيسي للجمعيه بنشوف حد بيقول تم استكشاف طاقة شمسية، هو ممكن يكون هو تاني. وده فلغ بيكون قاعد كده هوت عند الغابة، والنظام بيكون بيقول له هو انت يعني عاوز تستخدم نقاط الكتابة في دمج العنصر دوت مع قوتك؟ ففلغ بيدوس نعم. وفلغ بيقول المرة اللي فاتت لما انا استخدمته على السيف كان ساح وما كانش يستحمل الطاقة، وبيقول مش كل حاجة ممكن استخدم فيها قوتي، بس السيف دوت زي ما يكون بيشترك في نفس مصدر طاقتي. وبيقول السلاح دوت ممتاز، خلينا كده نجرب قوته. بس وهو بيستخدم السيف كان هيولع في جبل، بس في اخر لحظة قدر اللي هو ينقذ الموقف. وبيقول الحمد لله ده انا كنت هشعل الجبل كله. وبيقول الصوت والدخان كانوا شديدين، اتمنى اللي محدش اخد باله. انا لازم امشي من هنا بسرعة. وقتها بنشوف البنت اللي احنا كنا شفناها في المره اللي فاتت وبتقول تبا، وبتقول انا جات لي الفرصه انا معرفش، وكمان كنت قاعد بشرب شاي بحليب وقتها. لا الصراحه عذرك ممتاز. وبتقول ثانيه واحده كده اشمعنى الينابيع سخنه كده؟ وبتقول ايه ده تمثال بوزة هو اللي عمل كده؟ وبتقول يا رب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا هتوبخ توبيخ. وبتبص وراها بتلاقي علامه اكس اللي فلغ كان عملها، وبتقول ثواني ده غير ممكن. وبتقول في المرة اللي فاتت هو كان في المستوى الأول، هو لحق يوصل للمستوى التاني وكمان قدر اللي هو يستخدم سلاح روحي خارق للطبيعة. وبتقول ثواني عدد الأسلحة الروحية محدود ومش عندنا في الجمعية غير سلاحين بس، وكمان تقنية دمج النوى الروحية غير مكتملة، وكمان التكنولوجيا محدودة جدا، فازاي قدر اللي هو يستخدم واحد؟ وبتقعد تفكر كده وشكلها بيبقى مسخرة الصراحة، وبتقعد تشرب الشاي بحليب وبتقول انا هتلاقيني بتخيل حاجات غلط، وبتقول عموما يعني انا كده هتهزق. وبنشوف بعد كده فلغ في نص الغابة وبيقول دلوقتي معايا سلاح بيحتوي على طاقة اليانغ، وكمان بقدر ان استعمل خاصية واحدة، والنظام قال المرة اللي فاتت ان انا ممكن استعمل قدرات خاصة او حتى اصنعها. وقتها بيلاقي فلغ ان في رسائل جاياله، واحد بيقول له هو انت من الرواد؟ وبيرد عليه وبيقول له انا فعلا من المجال دوت بس لسه جديد يعني. وخلال الكام رسالة دولت فلغ بيفهم ان الجيش لسه مش عدى مستوى فأس الشبح، والراجل بيطلب من فلغ انه ينضم ليهم، ففلغ بيقول له ابعت لي الموقع وانا هاجي. وبيبعت له المكان وبيكون عاوز يستكشف معاه مكان اسمه التلوث، وده مكان يعني عامل زي الكهوف. وبعد كده بنسمع حد وهو بيقول للتاني فين الراجل اللي انت قلت اللي انت هتجيبه؟ والواد بيقول له قريب يا عم هيجي مش هيبقى بارد كده. بعد كده القائده بتقول لهم مش لازم يا عم حاجه، خلينا بس نخش كده اهوت ونهتم ببعضنا. وبتقول مع الاسف الكل هنا عاديين ومش اقوياء، فممكن يحصل لنا حاجه ونموت كلنا. وفي كتير من الرواد واللي هم الاشخاص يعني اللي قوتهم كبيره وهم اساسا ما يعرفوش حاجه اسمها الجمعيه. وبتقول هم نجحوني بعد اختبارات وتدريبات وبص اتعجنت. بعد كده العيال بتاخد بالهم من حاجه وبتقول للواد هو دوت الفلغ اللي انت قلت عليه، وفلغ بيرد عليهم وبيقول لهم انا فعلا هو فلغ، انا اتبسطت بشوفتكم. والشياو اول ما بتشوف بتقول غريبه يعني هو شكله صغير بس هو في المستوى التاني، وبتقول المفروض ان قوته كبيره بس انا مش حاسه بيها.
وحاسه بشعور من ناحيته، بس ايه هو انا معرفش. وبتقول عموما يعني احنا لازم نكمل طالما احنا عملنا الفريق. وفنغ بيقول هو هيكون في المقدمه، والشيف بتنبه فنغ ان هو يخلي باله من المكان، ولو انت يعني تعبت فقول لنا عشان سلامتك هي الاولويه. وفنغ بيقول مع اني لسه جديد بس هم بيعملوني كواحد منهم. وعموما بعد مشي طويل بيوصلوا فعلا لقلب التلوث، بس وقتها فنغ بيجري بسرعه ناحيه الحمم وبيحط ايده فيها، والكل بيتخض وبيقولوا انت مش بتهتم بحياتك، وبيقول هم يسحبوه، بس مره واحده بيحصل انفجار كبير والكل بينصدم وبيفكر ان فنغ مات. بس فنغ صدق الراح عشان لقى اللي فيه تذبذب هناك، والنظام بيقول تم استكشاف ظاهرة سماوية أرضية بحرارة القلب، وبيقول تفعيل أقصى ساعة حسابية تقنية سيف النار القرمزية. وكده بينتهي معانا الفصل بتاعنا. هو انا يعني عملت فصل عشان انا كنت اصلا بعمل في حكاية تانية، فانا بعمل فيها لقيت الفصلين الجداد نزلوا، فعشان كده يعني عملت الفيديو دوت وعملت فصل واحد، والفصل التاني ان شاء الله هبقى انزله بعد بكره. ولو انت وصلت للحته ديت ولسه ما حطيتش لايك فحط لايك يا صديقي، انت مستني ايه؟ وكده اكون خلصت كلامي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويلا سلام سلام سلام.